السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا متابعيني الأحباء. قبل ما نبدأ بالشرح خلينا نصلي على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا شرحنا اليوم مهمات الأسبوع الخامس، بس يا ريت أتمنى من عندكم تنطوني لايك وتشتركوا بالقناة فضلا ولا أمرا حتى نستمر هيك فيديوهات شروحات البوبجي. طبعا اخوان عندنا ملاحظة، الار بي مالك إذا شاحن راح يفتح يمك مهمات الأسبوع الخامس، بس إذا مو شاحن راح يفتح بس مهمات الأسبوع الرابع. عاد إذا مو شاحن لازم تنتظر أسبوع الأخ حتى يفتح يمك الأسبوع الخامس، تمام عيني؟ بس إذا كان شاحن راح يفتح يمك. طبعا أخوان عندنا أول مهمة يقول الأسبوع الخامس فقط امضي 100 من دقائق في المباراة، يعني تمضي لك 100 دقيقة في المباراة وراح يكمل هالمهمة وياك. اللي بعده يقول اقتل 20 من الأعداء باستخدام بنادق الهجوم في أرنغل في الوضع الكلاسيك، يعني تروحون على خريطة أرنغل تقتلون 20 لاعب. طبعا اخوان الوضع الكلاسيك مو الوضع كان مصنف او مو مصنف، كله محسوب تمام عيني. والبنادق الهجوم هي هو اخوان شايفين هذول الاسلحة، هذول كله بنادق الهجوم تمام عيني، هذول كله هو تقتل 20 لاعب مثل ما قلت في خريطة أرنغل تمام عيني. شباب اللي بعده يقول اكمل 5 من المباراة مع الأصدقاء في الوضع الكلاسيك أو دراغون بول تمام عيني، ويعني يضيف لك صديق تكملون 5 مباريات، 5 مباريات كلاسيك أو دراغون بول تمام عيني، اثنيناته راح يصير لما يصير 5 مباريات راح يكمل هالمهمة وياك. اللي بعده يقول التقط مسدس مميز في 3 من المباريات ضمن فريق في الوضع الكلاسيك، يعني تدخل مباراة كلاسيك بس بحدك، يعني بدون صديق بدون جماعة بدون تيم تمام عيني، تلاقي لك مسدس مميز. المسدس المميز هي هو أنا راح أقول لك هي هو. طبعا هذا مسدس مال دروب بس تلاقيه 3 مرات تمام عيني. طبعا اخوان اللي ما يعرف مسدس مميز هي هو، نجي هنا اخوان شايفين هذا مسدس مميز، هذا نلاقيه 3 مرات بس مثل ما قلت تدخلون مباراة كلاسيك بدون جماعة لعب فردي تمام عيني. اللي بعد يقول التقط أوم 1 من المرات في الوضع الكلاسيك. طبعا السلاح الأوم وين تلاقيه بالدروبات أكثر شيء تمام عيني. خليني أشوفكم هي هو، هيا هذا ثالث واحد هو، تشوفون هذا سلاح الأوم تلاقيه مرة واحد بالدروب ويكمل هالمهمة وياك. شباب اللي بعد يقول الأسبوع الخامس فقط سجل دخول للعب 3 أيام إجمال، يعني أنت اليوم دخلت على المباراة مو باكر عقب هم تفتحوا راح يصير إجمال 3 أيام، لما يصير 3 أيام وهالمهمة راح يكمل وياك تمام عيني. اللي بعد يقول تحرك لمسافة أكثر من 2000 من الأمتار أثناء تشغيل أي مركب في الوضع الكلاسيك، يعني تدخل مباراة كلاسيك تلاقي لك سيارة حيل السيارة تلاقي لك سيارة وتركب بالسيارة وتسوقون لما يصير 2 كيلومتر يعني 2000 متر هالمهمة يكمل وياك. اللي بعد يقول زور ساحة الانتظار الاجتماعية الخاصة ب3 من الأصدقاء مختلف. هالمهمة حيصير وين نجي راح نجي هنا شايفين هذول الأصدقاء نفتح ملف مالهم شايفين هذا مرة واحد وراح نطلع هذا نفتح صديق الأخ لما يصير 3 مرات يكمل هالمهمة. أنا كملت هين تشوفون هاي مكتوب تم جمعه، يعني تفتحون ملفات مال أصدقاء 3 أصدقاء مختلف هالمهمة يكمل وياكم تمام عيني. اللي بعده يقول أربح مباراة كلاسيك 1 مرة خلال ارتداء خوذة القوات الخاصة الروسية المستوى الثالث، يعني تربح مباراة 1 يعني لازم تجيب الأول للأخير ما تموت وتلاقي لك خوذة مستوى الثالث تمام عيني. أخوان اللي بعد يقول استخدم مشروب الطاقة 10 من المرات في الوضع الكلاسيك، يعني تدخلون مباراة كلاسيك وتلاقي لك قواطي بيبسي وتلاقي لك 10 قواطي وتشربها لما يصير 10 مرات راح يكمل هالمهمة وياك. اللي بعد يقول استبعد 3 من اللاعبين أثناء الانبطاح في الوضع الكلاسيك، يعني تدخل مباراة كلاسيك وشوف لك 3 بوات أو 3 لاعب لما تريد تقتله تنبطح وتقتله تمام عيني. شباب اللي بعد يقول اقتل 10 من الأعداء باستخدام الانفور في الوضع الكلاسيك، يعني تقتل 10 لاعب أو 10 بوات في الوضع الكلاسيك. يعني أصلا أنت دخلت على المباراة خلينا نقول دخلت على خريطة أرنغل أو ليفك قتلت 5 لاعب مو تلعب مرت اللاق هم 5 لاق راح يصير 10 لما يصير 10 لاعب راح يكمل هالمهمة وياك. طبعا اللي ما يعرف السلاح الانفور هي هو هذا هو تشوفون هذا السلاح الانفور. طبعا باقينا آخر مهمة هنا ايش مكتوب يقول اقتل 1 من الأعداء باستخدام الكار في الوضع الكلاسيك. السلاح الكار هذا هو أول واحد تشوفون هذا سلاح الكار تقتلون لاعب واحد بهذا السلاح تمام عيني. طبعا اخوان كملنا مهمات الاسبوع الخامس كله مثل ما تشوفون. طبعا شباب عندكم سؤال شيء اكتبوا بالتعليقات انا اجاوبكم. ووصلنا الى نهاية الشرح. طبعا اذا استفادت من الشرح صلي على النبي اكتب لي بالتعليقات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، ولا تنسى لايك واشتراك بالقناة
ليصلك كل ما لدينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.